ازيكم يا شباب، معاكم سميدة من ثالث حلقة من سيريس ابيض واسود. النهارده واحد من اشهر الموتوسيكلات وهو بنيلي في ال اكس موديل 2020. يلا نشوف السبيكس بتاعت البايك. رقم واحد، الجنوط 17 و17، يجي بوزن 125 كيلو. سعة التريا للتانك 10 ونص، مساعدين امامي مقلوبة، ورا سنجل مساعد خلفي، فرامل باكم امامي وخلفي، سنجل قدام وورا. العداد نص انالوج على نص ديجيتال، بيجي باضاءات اماميه هالوجين وخلفيه ليد، الموتور 200 سي سي 12 حصان كاربراتير، وبيجي بتبريد هواء وسلبنتينه زيت. زي ما عودناكم في سيريس ابيض واسود. انا هقول العيوب وزياد هيقول المميزات. اول عيب بالنسبه لي، بالنسبه لهواة السرعه والتوب سبيد، الموتوسيكل يا دوبك بالعافيه في المنزل والناحيه الثانيه من طريق ماستر والهواء في ضهري جاب 120، ده بالارس وفي منزل وموطي على التانك. فهو لهواة السرعه، هو انا عارف ان في فئه معينه من اللي بيشتروا موتوسيكلات حتى 200 250 سي سي بيدوروا على السرعه، فالسرعه في الموتوسيكل ده مش عاليه قوي. 120 في منزل والهواء في ضهري، يعني العادي بتاعه هيجيب 100 105 110 بالعافيه قوي. تاني عيب بالنسبه لي المساعد اللي ورا، انا خدت نقره سمعت في ظهري على طول، فالمساعد ناشف جدا للاسف، مع ان المساعدين اللي قدامانيه كويسه، بس المساعد الخلفي ناشف جدا. مستهلكين كتير جدا اشتكوا ان خرطوم الزيت اللي بيوصل على السربنتينه الزيت على طول بيضرب، فده عيب شائع في الموديل ده. الاضاءه على قدها جدا او قد تكون على اقل من قدها، فانت محتاج تغير القبق بتاع الفانوس اللي قدام، ومحتاج تغير لمبه، ويا سلام بقى لو جبت له جوز فجات كمان. العدادات فقيره جدا على الرغم انها مقسومه نص انالوج ونص ديجيتال، المفروض بقى يبقى فيها لعب. ما فيهاش ار بي ام، ما فيهاش مؤشر حراره. وضع سناده الرجل اليمين لازقه قوي في الموتور مع رجلك على الفرامل، لازم رجلك تتلسع، فلازم الحته دي على طول بتتلسع، فهي السناده تطلع لبره شويه يا الموتور يخش جوه شويه، انما السناده لازقه قوي في الموتور، فعلى طول حتى لو انت بتركبه هتتلسع. الموتوسيكل في الغرز الضيقه مش احسن حاجه عشان عالي، والزاويه الجدون بتاعته مش قويه قوي، بس في الغرز الواسعه والميلان بالنسبه لارتفاعه ممتاز. يعني انا خدت الكيرف بتاع ماستر ده على 80 85، الموتوسيكل مال معايا كويس جدا بالنسبه للارتفاع ده كله. بالنسبه للكاوتش اللي فيه فهو ممتاز جدا في الغرز الواسعه. في الغرز الضيقه زاويته مش حلوه، ومع علو الموتوسيكل دايما تحس ان انت هتقع، الزحمه وتك تك تك. انا عارف ان في ناس قدراتها عاليه ويقول لي انا في الزحمه بكسر فيه الدنيا، انا بتكلم على القدرات المتوسطه والامكانيات اللي بيديها لك الموتوسيكل في الزحمه اقل بكتير من موتوسيكلات تانية، وده طبعا يرجع لعلوه ونوع الكاوتش. الموتوسيكل بيديك عزم على حسابه، واخد 5 نقلات بس مش 6، فلو كان زاد بقى 250 سي سي و6 نقلات الموتوسيكل ده كان هيبقى حلو جدا. السعر في وقت تصوير الفيديو 120,000 جنيه، يعتبر غالي على 200 سي سي، لو كان سعره اقل من كده كان هيبقى احسن. نيجي للمميزات. الموتوسيكل ده من اكتر الموتوسيكلات اللي عندها هويه ومتعه في الركوب مختلفه جدا، بغض النظر بقى عن التوب سبيد وعن الاكسلريشن وعن الحاجات الكتير دي، ويمكن يكون بسبب ان ده كان اول موتوسيكل مانيوال اتعلم عليه. الموتوسيكل ده ماشي اكتر من 65,000 كيلو، لسه عنده الطابع بتاعه هو طابع المتعه مش طابع السرعه. انا كنت ماشي بيه 80 85 مستمتع جدا، موتوسيكل ثابت جدا على الطريق ايا كان الهوا جاي منين، ايا كان الظروف اللي حواليك، هو ليه طابع خاص. فدي اول جزء، وده جزء نوستالجيا اكتر من ما هو مميزات حقيقيه. تاني ميزه، الموتوسيكل عالي عن الارض، فانت في الزحمه والتكسير واي مطبات واي نقر انت مش هتحس باي حاجه. الموتوسيكل فعلا في التكسير ممتاز جدا. استهلاك البنزين كويس جدا، حوالي 33 كيلو في اللتر. قطع الغيار متوفره وصيانته سهله وبسيطه. حاجه مثلا زي مشكله السلبنتينه، في ناس كتير قوي بتعدل اصلا وتشيل السلبنتينه وتخليه من غيرها، هو موتوسيكل في العموم كله بسيط. الجنوط والمساعدين ممتازين جدا، وبالاخص المساعد اللي قدام في الموتوسيكل ده فوق الممتاز. الدايمتر بتاعه والقطر بتاعه ممتاز جدا. على السرعات مش هتحس ان الهواء بيمرجحك، في الزحمه وفي التكسير مش هتحس باي مشاكل مع الموتوسيكل ده. الموتوسيكل ده من اكتر الموتوسيكلات اللي قبلت تعديلات ممكن تشوفها. الموتوسيكل ده بيتعدل تعديلات كتير جدا، وهتشوفها في موتوسيكلات كتير جدا بسبب ان هو بقاله كتير في السوق ونزل له تعديلات كتير. ارتفاع الموتوسيكل سهل جدا ان انت تعلي الموتوسيكل وتركب عليها ليزر مع الحفاظ على الابعاد بتاعه الموتوسيكل الرئيسيه، وده بيدي ميزه للناس الطويله. يعني انت لو حد طويل هتبقى قاعد عليه مستريح، زائد ان انت لو حد طويل ورجعت ورا في الكرسي هتبقى قاعد برده مستريح. حلو في الرفع. نقدر نقول في الاخر ان هو موتوسيكل عملي وموتوسيكل شبابي. اعرف ناس كتير كانت بتشتغل بيه وكسرت بيه 80,000 كيلو، واعرف ناس كتير عدلته وكانت بتروح بيه الجامعه كل يوم، وهو حلقه في النص ما بين الاثنين بتديك كل حاجه. انا ده وجهه نظري بصراحه. انا حاسس ان انا بنافق قوي، حاسس ان انا بنافق عشان انا بحب الموتوسيكل ده بشكل شخصي. يعني في النهايه مين يشتري الموتوسيكل ده ومين ما يشتريش؟ اي حد ساكن في الدور الارضي وعايز يطلع الدور الثاني او الثالث يشتري موتوسيكل ويعدله. الناس اللي بتعدل الموتوسيكل بطريقه غلط، انها تغير مكان المساعد وتخليه 3 ادوار فوق،
ده مش صح يا جماعه. التعديل ليه حدود وليه طرق معينه. ان انت تلحم في المقص، مش تجيب له قطعه بتجيب له عليها، لا، في ناس بقى بتلحم في المقص الغلط، يعني حلو تعليه 5 سم 7 سم. في النهايه مين يشتري الموتوسيكل ده ومين ما يشتريش؟ الموتوسيكل بيقبل تعديلات وتعرف تعليه، بس تعليه بليمت معقول، يعني ما نطلعش 10 و15 سم. انا بشوف ناس بتبقى راكبه في الدور الثاني كده، انت بتقلل من ثبات الموتوسيكل وخطر عليك وخطر على اللي حواليك. اللي يشتري الموتوسيكل ده شاب بيروح الجامعه عايز حاجه ديلي يوز، شاب بيروح الشغل عايز حاجه ديلي يوز، عايز حاجه قطع غيارها متوفره وموجوده في السوق المصري، عايز حاجه صيانتها بسيطه اي ميكانيكي يعرف يتعامل فيه، كل ده موجود في الموتوسيكل ده. اما الناس الجماعه هواة السرعه اللي عايز بقى توب سبيد وبيدور على توب سبيد، لا، الموتوسيكل ده مش بتاع ده. المشاوير الطويله، لو انت كل يوم مشوارك 50 60 كيلو رايح و50 60 كيلو جاي، الموتوسيكل هيستحمل، بس التوب سبيد بتاعته مش هتساعدك. فناخد بالنا، الموتوسيكل ده مناسب للمشاوير المعقوله، مناسب للهلك بس مش مناسب للشغل قوي، لان قطع غياره اغلى من قطع غيار الموتوسيكلات التانية البديله للشغل، احسن منه، يعني هو مش صالح للشغل قوي. فنقدر نقول ان هو مناسب للهلك بتاع الخروجات الشغل اليومي، انما مش مناسب للهلك بتاع الشغل، ان انت تشتغل بيه دليفري، تشتغل بيه توصيل طلبات، الكلام ده كله هو مش بتاع ده. فنقدر نقول موتوسيكل شبابي تخرج تنبسط بيه، امكانياته كويسه، على قده، ثابت على الارض، قطع غيره في متناول الايد. اعتراضي الوحيد دلوقتي تسعيره في الوقت الحالي وقت تصوير الحلقه اللي وصل 120 117، انا شايف ان هو كتير على 200 سي سي، لكن اوفرول لو كان سعره اقل وانت محتاجه خروجات وشغل يوميا فهو موتوسيكل مناسب جدا. اشوفكم الحلقه الجايه. اسمي خالد فودة، عندي 33 سنة. اشتريت الموتوسيكل دوت مستعمل من سنتين. ابحث عن مطلقه جد. فكرت اشتري موتوسيكل عشان خاطر يعني خروج، افك عن نفسي، دواء للاكتئاب بطريقة بشعة، عشان مريض اكتئاب الحمد لله. يعني بحب الموتوسيكلات العالية على الارض، فاشتريت الفي ال اكس، يعني ارخصهم. لقيت الاسعار بتاعت الكي تي ام بقى والحاجات العاليه دي اسعارها غاليه جدا. بقى له معايا سنتين مستعمل، استلمته 18000 كيلو، دلوقتي بسم الله ما شاء الله معدي ال 64000 في سنتين. قعدته مريحه شويه، الكرسي بالنسبه لي مريح، قعدته عاليه عن الارض. اوحش حاجه فيه المساعد الخلفي بالنسبه لي، ما مش شغال بجنيه معايا. بالنسبه للتعديل يقبل تعديل، بس ما تاخدش منه اكتر من كده، يعني كسرعه او كاداء على الطريق مش سريع زي ما انا كنت متوقع. الستوك بتاعه سريع، ممكن يلمس في ال 115 120 بعد التعديلات، يعني بسبب الفرده اللي قدام بيوصل 80 85 بالعافيه. بس يعني انا بفضل الفرده اللي قدام دي لسبب ان انا بفرمل باللي قدام على طول، فرامل قدام على طول، في المطره ما بتزحلقش، بتكلبش في الارض. صيانته سهله، كربوراتير مش انجكشن. الاضاءه بتاعته مهما غيرت لمض مفيش، فلازم تركب فوجات او تغير عدسه. موفر في البنزين 10 لتر، التانك بتاعه 10 لتر ونص. في عيب تاني فيه، خرطوم السربنتينه على طول بيضرب، يعني على طول خرطوم السربنتينه بيضرب، ولو ما صفيتش الزيت كويس وانت بتغير زيت هيضرب منك كلسات على طول. اشتريت الموتوسيكل دوت من سنتين مستعمل، كان عامل فرنج 36000. دلوقتي سألت عليه زيرو موديل السنة او كسر زيرو، يعتبر ماشي على 1000 او اقل، لقيته بيتكلم في 118، يعني اللي هو صدمة كبيرة. لو رجع بيها الزمن اشتري نفس الموتوسيكل لا، عشان كنت عايز اشتري هورنت ياباني، اركب حاجة ياباني. بس دلوقتي يعني بعد ما اشتريت الموتوسيكل دوت بمقارنة بالمصاريف بتاعت الياباني، لا انا اشتري صيني عادي، اشتري التو بي عادي، اجيب عجله واركب فيها موتور غساله عادي. مصاريف التشغيل بتاعته حنينه، بس اهم حاجه تمشي بالكتالوج، الزيت اللي هو مكتوب لك تحط، ما تلاقيش ميكانيكي جاي يشغل دماغه عليك، ما تعدلش طريقه بشعه او بطريقه اوفر. بيقبل تعديل بس بنسبه، عشان ما تفقدش حلاوه الموتوسيكل. هو 200 سي سي 200 سي سي وكل حاجه، بس نينجا على رصيف، ينط يطلع في مكسر، يمشي في مدغدغ، لبست مطب وانت ماشي على سرعه مش هيقول لك لا، بس اهم حاجه تكون مسيطر على الموتوسيكل. قطع الغيار بتاعت الفي ال اكس هي بتاعت الفي ال ام، هي بتاعت الفي ال ار، فمتوفره ما عدا فلانشه. ساعات الترس الخلفي متوفر قوي، هو بتاع الفي ال ام، بس لازم تشتريه وتاخده توديه للخراط يوسع مكان الاخرام. سعره دلوقتي قيمه مقابل سعر للاسف لا.
يعني انا بصراحه انا لو معايا 100,000 جنيه مش هروح اشتري مكنه صيني بصراحه. يعني 100,000 جنيه لا، انا ازود كمان 10 20 واشتري حاجه ياباني 2002 2004 موتور وشاسيه سلام، انا مبسوط بكده. غير كده لا، اصل يعني في الاول وفي الاخر 200 سي سي. في مكن برضو صيني مش هقدر اقول ماركات، يعني انت بتتكلم في 200 و250 و300. ما انا ادفع 300,000 جنيه واركب مكنه ياباني. هتقول لي مثلا دي من 2002 ولا من 2006، ما ماشي، ما هي عايشه لحد دلوقتي، لسه موجوده لحد دلوقتي. تعالى ده عشان انا عارف اتعامل معاه. انا بلاقي دي المكنه اللي معايا موديل 2020، في مكن 23 و24 خارج من تحت مقطوره بايظ. لا انا جايب موتوسيكل، عايز اجري ماشي اجري مشاويري في الهادي. انا لحد دلوقتي اهو معايا سنتين، كنت بركب ياباني زمان ماشي 80، لا انا كده ماشي بسرعه. اصل انا كده في الحالتين هوصل، امشي براحتي، استمتع بالطريق، استمتع بالموتوسيكل اللي معايا. في ناس اول حاجه بتفكر فيها الموتوسيكل ده كام توب سبيد. طب ماشي، ما هو قطع غيره فين؟ اعتمادي ولا لا؟ هيستحملني ولا لا؟ هيستحمل معايا مشاوير شغل ولا لا؟ انا بجيب الموتوسيكل عشان اتبسط بيه. عايز اخرج هعرف اخرج، عايز اسافر هيسافر، عايز اروح الشغل هيروح الشغل، عايز اشتغل بيه هشتغل بيه. في موتوسيكلات مخصصه للشغل تستحمل شغل، في موتوسيكلات لا. انا بالنسبه لي الموتوسيكل ده جربته في الشغل مش هيستحمل، ده اروح بيه الشغل واجي بيه من الشغل، وبالليل اخرج مع اصحابي اروح هنا اخرج نفسي تمام. غير كده لا. تقييمي من 10 للموتوسيكل دوت 7.5. ولا هو واو قوي ولا هو وحش قوي. حاجات كتير بقى، يعني انا عندي الموتوسيكل تقيل، يعني تقيل على ال 200 سي سي. الشاسيه بتاعه تحفه، يعني انا باخد بيه مطبات وبلبس بيه نقر ما بشوفهاش. الموتوسيكل تمام. في موتوسيكلات تانية نزلت بعد الموتوسيكل دوت، واحد صاحبي خد بيه نقره الشاسيه اتقطم، الشاسيه الكرسي اتقطم، وحشته المساعد اللي ورا. عفو ايه